يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، يا صباح الهنا. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم أبيض زي قلوبكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين بقى الجمال ده؟ شايفين بقى؟ بصوا البطتين دول كده عمالين يلعبوا في عداد عمرهم. انا قلت بلاش، بس وقد كان. شايفين؟ وقد كان وحصلت اللحظة الحاسمة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد، ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. واتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك تشجيعا منك ليه. ولو انت اول مرة تزوري قناتي، انا ام لينا ودي قناتي قناة ست بيت لهلوبة. يا ريت تنوريني باشتراكك في القناة من كلمة اشتراك اللي فتحت الفيديو، وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. يلا نقول يا بركة بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف يومنا وروتيننا النهاردة في ايه. زي ما انتم شايفين كده، بقالي فترة باجي عند ماما وكل ما باجي تقول لي عندنا بطتين وعايزين نذبحهم، عندنا بطتين وعايزين كان. زي ما انتم شايفين بقى كده، انا كنت جاية من، ده كان يوم الاجازة اللي هو كان بتاع 6 اكتوبر اللي هو كان يوم الخميس. انا كنت جاية من الصبح. في الحقيقة بقى كانت ماما بقى عاملة محشي، يعني كانت سلقة بقى الكرنب ومجهزة بقى التسبيكة. فحشينا بقى المحشي كده، وهي كانت بتقول لي ايه تخليكي لبكرة تذبحيهم وتولعي عليهم على طول. فانا قلت لها لا، هنطلع بقى كده اخر النهار على السطوح ونذبحهم. الصراحة بقى كده ايه، انا اللي قلت لها كده، يعني قلت لها بقى احنا ما بنقوم اليوم اللي انا باجي فيه مثلا، على ما بنقوم وبنجهز فطار وكده فنص اليوم بيروح. فقلت لها لا، انا هعملهم بقى ايه اخر النهار كده عشان نبقى تاني يوم كده نولع عليهم براحتنا على طول. زي ما انتم شايفين كده ذبحتهم وطلعت بقى انا واختي كده نضفناهم. وعايزه اقول لكم ان انا بص اللي حسبت رأيته، يعني احنا بقى كنا بننضف فيهم كده زي ما انتم شايفين. كانوا بقى مسللين اللي هو الريش الصغير ده اللي بصوا، البط بيجي عليه وقت كده وبيطلع ريش صغير كده، يعني بص تلاقي الريشه كده طالعه قد كده صغنونه كده، وتشدها وتلاقيها من تحت الجلد كبيره خالص. زي ما انتم شايفين كده بقى نضفناهم ومسكتهم بقى فتحتهم وخليتهم زي القشطه زي ما انتم شايفين كده، ونقعتهم بقى بالليمون وسبتهم بقى. ده كان تاني يوم. انا بقى سبتهم في اليوم اللي قبله على رف التلاجة كده. انتوا عارفين ان الجو الفترة دي حلو قوي، طبعا مفيش الحر اللي هو بتاع فترة الصيف الحمد لله. وانا يعني الحمد لله الحمد لله بحب الشتاء جدا جدا، انا من هواة الشتاء. كنت بقى حطاهم على الرف كده، وده كان تاني يوم. طبعا طلعتهم بقى من بدري كده وعصرت عليهم ليمون، وقلت بقى كده وقشرت بصل، وقلت بقى كده على ما نعمل بقى ايه حبة مرتة حلوين كده اللي هي المرتة الدمياطي. ونحشي بقى البط، تكون بقى البط بتاعنا ايه اتنقع زي القشطة. زي ما انتم شايفين كده بقى كنت طبعا مقشره البصل، ابتديت بقى اخرطه ناعم. عايزه تخرطيه حلقات براحتك. عاوزه اقول لكم ان المرتة دي بتودي البط معاكي في حتة تانية. يعني بصي، اي حاجة انت عايزة تعملي، عندك بط، عندك فراخ بلدي، ولو فرخة بيضة برضو مفيش اي مشكلة. لو سمان، بصي المرتة دي بتطلع البط معاكي تاني في منطقة تانية خالص خالص خالص. واكيد في ناس كتير عارفاها، وبالذات الضمايطة، لان هم يعني اكتر ناس بيعملوا البط بالمرتة. وممكن تضيفي عليها الزبيب ده لو انت حابة. يعني في ناس بتعمل المرتة وبتضيف ايه كمية من الزبيب كده، يعني حسب الرغبة عليها. برضو الصراحة انا ما جربتهاش، بس انا بحبها دايما يعني اللي هي السادة من غير زبيب. زي ما انتم شايفين كده خرطت البصل بقى، هبتدي احط عليه التوابل بتاعته. صليتوا بالله على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هنا بقى انت زي ما قلت لك، عايزه تقطعي البصل ناعم زي ما انا مقطعاه كده، او عايزه تقطعيه حلقات مفيش اي مشكله. حطيت بقى حبه من الملح، حطيت معلقة كبيرة ونص من الكمون لان هي اساسها الكمون. وحطيت نص معلقة او ربع معلقة من الفلفل الاسمر، وحطيت مكعب من الماجي. يبقى انا كده حطيت مكعب من الماجي وملح. وبتراعي ان انتي حطيتي المكعب الماجي، لان طبعا الماجي بيبقى فيه ملح، فبتراعي الموضوع ده. تمام. يبقى كده فلفل اسمر وكمون وملح ومكعب من الماجي. وببتدي بقى ادعكها زي ما انتم شايفين كده بايدي، لحد ما احس بقى ان البصله ابتدت تجيب ميه كده في ايدي. الاساس يعني ان انت هي الدعكه بصراحه بتاعه البصله دي. زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى خلاص كنت خلصت بقى البصله بتاعتي كده، هبتدي بقى ايه انقلها معايا على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هي مش بتاخد اكتر من 10 دقايق على النار. هنا بقى احط ربع كوبايه من الميه كده تساعدني في تسويه البصل. زي ما انتم شايفين اهو، كانت البصله معايا مجرد ان هي 10 دقايق بس على النار، لان انا مش بسويها سوا كامل. يعني انا بسوي البصله كده اقوله
ربع سوا يعني، او حسب البط اللي انت هتحشيه. يعني البط معاكي لو هو كبير في السن ماشي يعني يا دوبك. وفي ناس كمان بتحشيها من غير ما تحطها على النار، يعني لو البطه معايا كبيره في السن بحشيها ومن غير ما بحطها على النار خالص، هي بتاخد سواها كله مع البط. اما لو البط معاكي بقى صغير في السن كده، او انت عارفه ان هو مش يعني شمرته مش كبير، بتسوي البصله ربع سوا زي ما انا سويتها كده، مجرد 10 دقايق بس على النار. هنا بقى ابتديت احشي البط بتاعي. طبعا مسكته بقى غسلته كده وشطفته بقى شطفه حلوه كده طبعا قبل ما احشيه. وزي ما انتم شايفين كده البط معايا زي القشطه. وكمان مسكت بقى البط من فوق كده من عند الرقبه بقفله. بتقفليه بقى بخله بخيط وابره حسب ما بتقدري تقفليه او بامكانياتك اللي موجوده عندك. انا الصراحه قفلته كده بخيط وابره، يعني باجي من عند الرقبه كده وبقفلها بحيث بقى ايه ان البصل بتاعي او المرته بتاعتي ما تطلعش بقى ايه خارج الحشو كده. زي ما انتم شايفين اهو اتقسمت بقى الحشو على البطتين. يعني انا كنت عامله حسابي بقى ان انا ايه عامله كميه زي ما انتم عارفين تكفي البطتين، لان الصراحه يعني كده عندنا الشعب كله بيحب المرته جدا جدا، وولادنا جدا جدا بيحبوها. يعني بصوا قبل ما بنعمل البط بيشرطوا علينا ان انت هتعملوا فيه مرتة ولا لا، لان يعني من حبهم فيها. زي ما انتم شايفين كده جبت بقى خيط وابره زي ما قلتلك بالموجود عندك. لو عندك خيط بتاع خله تقدري تقفلي بيها مفيش اي مشكله. يعني تقفلي بقى كده بالخله البطن بتاعت البطه من هنا كده بحيث ان الحشو بتاعك كله ما يخرجش بره. زي ما انتم شايفين انا بقى ايه جبت الموجود عندي الصراحه. يعني انا الخيط والابره وبحس ان هي بتقفل معايا وبتبقى حلوه وبتفضل البطه محتفظه بالحشو بتاعها زي ما هو. يعني بسويها وبطلعها وبحمرها وكل حاجه والحشو بتاعها محتفظه بيه من الداخل زي ما هو. زي ما انتم شايفين اهو. هاجي بقى في الاخر كده وهعمل عقده بسيطه كده بحيث ايه ان الفتله بتاعتي ما تتفكش. اهو بقطع بقى الخيطه كده وبروح مقفلاها كده ايه بعقده صغنونه قد كده زي ما انتم شايفين اهوت. هاجي بقى هنا على البوتاجاز احط الحله بتاعتي بقى على النار. طبعا انا قفلت البطه التانية. جبت بقى الحله كده. انا ما بحطش اي دهون في الحله، انا دايما بشوح بط او فراخ او اي حاجه بدون اي دهون، هي بتنزل الدهون بتاعتها. وانا ما بضيفش اي دهون ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هنا بقى حطيت البط بقى كده زي ما انتم شايفين، وابتديت بقى انزل بعصير الطماطم والتتبيله اللي احنا متعودين عليها مع بعض، اللي انا دايما بعمل بيها اي حاجه عندي، يعني فراخ بط اي حاجه بنفس التتبيله دي. نزلت بقى بعصير الطماطم، نزلت بقى ببصلتين كبار كده قطعتهم 4 تربع. وطبعا حطيت بقى الحوايج بتاعه البط بتاعي. طبعا حطيت بقى ملح، حطيت فلفل، حطيت ورق لوري، حطيت حبهان ومستك الموجود عندك يا حبيبه قلبي. يعني بصي ما تكلفيش نفسك في قطعتك. وعايزه اقولك ان بصوا عارفين الاكل بتاع زمان اللي كان بيتعمل باقل تكلفه وباقل بهارات وتاكلي احلى اكل من ايد مامتك او من ايد ستي وستك والناس الجميله بتوع زمان دول. والله العظيم بتلاقي احلى اكل واطعم اكل الموجود عندك اعملي بيه. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى كل التوابل زي ما قلت لكم، طماطم وبصل وطبعا البهارات بتاعتي. وسبت بقى كل الحاجات الحلوه دي بقى كده مع بعضيها مع البط بقى كده تتشوح. وجيت هنا بقى ايه في الحقيقه كانوا طالبين ان انا اعمل لوبيا، يعني بصراحه من زمان ما عملتهاش وانا كمان ما عملتهاش في بيتي من زمان. فقلنا بقى كده نعمل ايه لوبيا جنب البط. هنا بقى شايفين بقى التتبيله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ما شاء الله بدأت بقى البط بتاعنا ينزل بقى الدهون بتاعته زي ما انتم شايفين اهو. التتبيله بقى ببدأ بقى ايه اقلب كل شويه كده بقلب بقى ايه البط على وشه مثلا شويه وعلى الظهر شويه بحيث ان بقى يشرب من التتبيله بتاعتي. طبعا اللوبيا بتاعتي بقى سبتها تتسلق براحتها كده. هنا بقى خلاص البط بتاعي بقى خلاص شرب التتبيله. هبتدي بقى ايه ازود المرقه بتاعته. شايفين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، مع اني ما حطيتش اي ماده دهنيه وانا بشوح البط. شايفين ما شاء الله هو نزل كميه الدهون اللي فيه كلها بدون ما احط اي ماده دهنيه. عايزه بقى بعد السوا ان انت برضو بتشيلي الدهون دي تتخلصي منها براحتك. يعني الناس اللي ما بتحبش الدهون في الشوربه او في الاكل كتير تقدري تتخلصي منها من وش الشوربه كده، يعني بتشيليها من على وش الشوربه كده وبتتخلصي منها. هنا بقى ابتديت طبعا اللوبيا بتاعتي كانت خلاص اتسلقت، فقلت بقى اعمل لها ايه التسبيكه بتاعتها. في الحقيقه كانت ماما عامله تسبيكه هي دايما بتعملها. يعني ايه بتعملها مثلا بتعمل منها محشي، بتعمل منها
اللهم صل على النبي، بتعمل مثلا منها لوبيا، فاصوليا، الحاجات اللي هي زي دي بتبقى عندها جاهزة، يعني دايما بتعملها كده تستعملها، بتوفر عليها وقت. وبصراحة هي يعني بصوا بتوفر مجهود جامد. يعني بصوا نزلت بقى كده بالتومة، يا دوبك حمرت التومة لان احنا بنحب نضيف اللوبيا او الفاصوليا بنحط لها فصين 3 من التوم كده. حمرت بقى التومة ونزلت بقى ايه بمعلقتين 3 كده من التسبيكة اللي ماما عاملاها، ونزلت بحوالي كوبايه من الميه. هسيب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعضها تغلي. طبعا انا سالت ماما يعني انت يا ماما حاطه ملح في التسبيكه؟ قالت اه، هي بتضيف الملح وبتضيف السكر. حطيت بقى انا شعرة من الفلفل الاسمر كده، حاجه بسيطه كده، لان الصراحه ما بحبش يعني بصوا التوابل بالذات اللي أنا ما بحبهاش كتيره في الاكل هي الفلفل الاسمر، فبحاول اقلل منها جدا لان الصراحه يعني بيتعب المعده وكده. فانا حطيت بقى شعره بسيطه كده من الفلفل الاسمر، وهسيبها بقى، وحطيت اللوبيا وهسيبها بقى ايه تتسبك مع نفسها كده. هنا بقى اللوبيا بتاعتي شايفين بدات تشرب التسبيكه بتاعتها اهو. هبتدي انزل عليها بايه، بحبه بقى كده او كرنيب او 2 من الشرب. كانت خلاص البط بتاعي بقى خلاص بدا يغلي معايا زي ما انتم شايفين اهو، وبدا طبعا المرقه بتاعته تتظبط معايا. هبتدي بقى اخد كده ايه كرنيب او 2 من الشوربه وهضيفهم على الايه على اللوبيا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بقى كان البط بتاعي ما شاء الله اللهم بارك استوى. وطبعا طلعت بقى حمرته كده زي ما انتم شايفين الجمال بتاعه. وهنا بقى كان المرتة بتاعتي طبعا طلعتها من البط. بفتح بقى الجزء اللي هو بتاع البطن دي، يعني بشد بس الخيطة اللي انا عاملاها دي وبتتفتح معايا. وهنا بقى اللوبيا بتاعتي، وعملت بقى كمان رز ابيض، وعملت بقى طبق فتة كده بصوا من بتاع زمان كده بتاع ستي وستك كده، الله يرحمها يا رب والف رحمه ونور تنزل على ستي. كانت دايما بتحب الفته دي، وكانت الاكل ما يتعملش غير بطبق الفته ده. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال. يلا بقى حطي لي لايك، ما تنسينيش باللايك والشير حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويدومكم يا رب نعمه في حياتي. ده النهارده كان يومنا، وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. اسيبكم في رعايه الله وامنه. مع السلامه حبايب قلبي، مع السلامه.